هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعي ومستمعات الأكارم. هذا أنا صلاح محمد زين. أستهل ساعة اليوم الأربعاء 11 من نوفمبر بنشرة الأخبار، ثم تعليق تحت عنوان تداعيات قرارات وشروط طرح طبعة جديدة للعملة الإريترية في الأسبوع الأول منذ إعلانه. يليه متابعات المنتدى الوطني الإريتري للحوار للمشهد الإريتري والإقليمي. أرجو لكم وزملائي وقتا طيبا مفيدا مع فقرات الساعة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ذلك قالت لي كائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. قوى التغيير بالداخل تطالب المعارضة والجماهير في الخارج بعدم ربط نضالها برحيل إسياس أو وجوده. تضاعف أسعار السلع الأساسية في الأسواق الإريترية خلال الأسبوع المنصرم.
ونصف مليار نقفة بولاية كسلة خارج عن نطاق التبديل. تفاصيل الأخبار. طالب ناشطو المنتدى ومراسلو الإذاعة في داخل الوطن الجماهير الإريترية بصفة عامة وقوى التغيير الديمقراطي على وجه الخصوص بتكثيف نضالاتها من أجل إسقاط النظام الاستبدادي والقضاء على مؤسساته القمعية بصرف النظر عن رحيل رئيس العصبة إسياس أفورقي أو بقائه. وأكدوا أن التغيير الحقيقي الذي ينتظره الشعب الإريتري ليس تغييرا في الأفراد فحسب، وإنما تغييرا يقضي على مؤسسات السلطة الاستبدادية والمجموعة الانتهازية التي أذاقت شعبنا الأمرين، مشيرين إلى أن العصبة تستخدم حيلا وألاعيب رخيصة تستهدف إلهاء قوى التغيير الديمقراطي بمسائل انصرافية بغية القضاء على الحراك الديمقراطي الذي بدأ يأتي أكله في داخل الوطن، وما تسريب معلومات مغلوطة وكاذبة حول موت إسياس أو مرضه أو رحيله إلا محاولة لدر الرماد على العيون، الهدف منها تحييدنا عن القضية المركزية المتمثلة في القضاء على نظام القهر والظلم وإرساء دعائم متينة لدولة مدنية ديمقراطية قوامها العدل والمساواة وتحقيق الرفاهية لشعبنا الأبي. هذا وإمعانا في نهجها التضليلي الذي ظلت تتبعه طوال العقدين الماضيين، تقوم العصابة الحاكمة في هذه الآونة بنشر بعض الأخبار الكاذبة التي توحي وكأن المسؤول السياسي للهجدف ومعه قائد هيئة الأركان العامة وقيادات أمنية بعينها تمسك بزمام الأمور، وتشيع بأن الإعلان عن رحيل إسياس أصبح وشيكا، وأن هذه الخطوة هي في مصلحة الوطن وشعبه لأنها ستتيح المجال للتغيير الإيجابي الذي ينتظره الجميع. وتسور الأمر وكأن هذه الزمرة التي التفت حول إسياس لسنوات وسخرت كل مقدرات البلاد لنزواتها المشينة تعمل في هذه المرحلة لإنقاذ الوطن والشعب المغلوب على أمره، وتلعب دورا إيجابيا في إحداث التغيير الإيجابي. والهدف من هذه الدعاية المكشوفة هو الخروج من النفق المظلم الذي وضعت فيه هذه العصبة نفسها بانتهاجها وتبنيها لسياسات استبدادية أضرت بالوطن وسيادته، مما يتطلب من الشعب الإريتري وقوى التغيير الديمقراطي الحذر من مثل هكذا أخبار وعدم تداولها في وسائط الاتصال، بل عليهم استهجانها وتبخيس محتوياتها برفع الوعي وحشد كل الإمكانيات بغرض القضاء على هذه العصبة وإقامة الدولة الديمقراطية المنشودة. وأوضح ناشطو المنتدى أنه ونتيجة للمد الشعبي والحراك الديمقراطي اللذان يزعجان العصبة ويقلقان مضاجعها، فقد بدأت تفكر بشكل جدي في عواقب أفعالها التي تنتظرها عقب انتصار إرادة الشعب الإريتري واسترداد حريته والانعتاق من استبدادها، فأصبح همها الأول وشغلها الشاغل القضاء على هذا المد والحراك الشعبيين، وذلك عبر نفث سمومها والترويج لمثل هذه الأراجيف الرخيصة. وناشد الناشطون من الداخل الشعب الإريتري وقواه الديمقراطية بالتركيز على القضايا الوطنية ومناقشة سبل توسيع فرص الحوار والنقاش حول المسائل والقضايا الهامة التي تصب في مصلحة الوطن، دون الالتفات إلى مسائل انصرافية من قبيل موت هذا أو غياب ذاك، لأن العصبة حسب قولهم حكمت على نفسها بالموت عندما تنكرت لوصايا شهدائنا الأبرار وتوشحت بكراهية عامة الشعب وفقدت مصداقيتها عند العالم. أفادت الأنباء الواردة إلينا من الداخل بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية لعصابة أفورقي وضعت في حالة التأهب القصوى منذ إعلان قرار تبديل عملة النقفة بطبعة جديدة، وذلك تحسبا لأي عصيان مدني أو انفجار للغضب الشعبي الذي بدا واضحا نتيجة القرار الفاجئ الذي أعلن عنه يوم الأربعاء الماضي. كما تضاعفت أسعار الخبز والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية اليومية، واختفت معظمها من الأسواق بسبب إحجام التجار عن البيع تجنبا للحصول على مزيد من عملة النقفة المزمع تغييرها بشروط مجحفة وغير منطقية. هذا وقد انخفض سعر النقفة المتداول في ولاية كسل السودانية بمعدل 75% من سعرها قبل أسبوع،
مما سيؤدي ذلك إلى انتهاء صلاحية أكثر من نصف مليار نقفة نتيجة إغلاق الحدود ومنع دخول أي مبالغ نقدية بالنقفة إلى إريتريا بعد تأريخ الإعلان عن تبديلها في الأسبوع الماضي. إلى ذلك لم تجد توسلات والي ولاية كسلا آدم جماع آدم الذي يزور البلاد على رأس وفد ولائي كبير أي استجابة من رأس النظام لضرورة معالجة موضوع الأموال المحتجزة في كسلا وتسوية أوضاع التجار المتضررين ولو بنصف القيمة الحقيقية للنقفة مقابل الجنيه السوداني. تفاصيل تضاعيات قرار تغيير عملة النقفة يأتيكم في تعليق الإذاعة لهذا اليوم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. انتهت النشرة. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للخير أن ينتصر. وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. لا يماشي الزمان الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا بد للقيد أن صوت المنتدى. تداعيات قرارات وشروط طرح طبعة جديدة للعملة الإريترية في الأسبوع الأول منذ إعلانه. وسط حالة من الخوف والقلق أمضى الشعب الإريتري أسبوعه المنصرم منذ ذلك الأربعاء 4 نوفمبر الجاري حين أعلن البنك الإريتري المركزي عن برنامج تغيير طبعة النقفة المتداولة حاليا. منذ ذلك الإعلان الفاجع وحتى هذا اليوم مر أسبوع تهاوت فيه ليست فقط الأحلام في حياة كريمة لم تسهم الحكومة في توفير متطلباتها، بل سقطت فيه توقعات الحلول السلمية مع هذه الطغمة المجرمة، وأصبح شبح المواجهات العنيفة من السيناريوهات الوشيكة الحدوث. الأثر المباشر لهذا القرار العصي عن الوصف تمثل في حزمة إجراءات وخطوات متباينة بل ومتعارضة سيتم استعراضها في هذه المساحة، لكن وباختصار شديد يمكن القول أن حرب المصالح قد بدت مستعرة جدا بين الشعب الإريتري المغلوب على أمره وعصابة الهجدف القابعة على صدر الوطن، لأنه لم يسلم من لدغة هذا القرار المودعين في بنوك النظام
أو أولئك الذين قاطعوا تلك البنوك، فالعصبة وضعت يدها على كل فلس في إريتريا، وليس أمام الشعب إلا خيارين: إما الإذعان أو الانتفاض والدخول في عصيان مدني وإضرابات مفتوحة. هذا في الداخل، بينما انشغل الناس في الخارج بالسعي وراء فقاعات وهمية وحوارات حول اختفاء الدكتاتور، ظهوره، مرضه وعافيته، موته وحياته. وتناسى الجميع أن مثل هكذا قرارات إجرامية لا يمكن أن تكون إلا من إبداعات أفكاره المريضة، وأن الدكتاتور لن يغيب عن المشاركة في أي فعل إجرامي طالما أنه لم يزل ممسك بموقع صنع القرار. خلال هذا الأسبوع الثقيل وصلت معدلات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي إلى ارتفاع لم تصله خلال ربع القرن الماضي، وكانت الحكومة قد أشاعت في وقت سابق أن أسعار العملات الحرة في تناقص، وعليه سارع الجميع بالتخلص من مدخراتهم من تلك العملات وباعوها لممثلي الحكومة بالخسارة. ثم جاء القرار، ومرة أخرى سارع البعض لشراء العملات الأجنبية من نفس وكلاء الحكومة أيضا بالخسارة. عليه أصبحت حكومة المنشار قد أخذت ما ليس لها هبوطا وصعودا، والنتيجة أن كل مواطن باع ثم اشترى من العملات الحرة قد خسر ثلثي القيمة المستحقة فعلا. الأثر الأكبر خلال هذا الأسبوع كان في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واختفاء بعضها من الأسواق بشكل مباشر، فور إعلان قرار تغيير العملة وفق الشروط القاسية التي لا تفسير لها غير أن الحكومة قررت أن تضع يدها على الممتلكات الخاصة بالشعب، بعد أن عزف الشعب عن وضع ودائعه الادخارية والاستثمارية في بنوك النظام. ولأن الودائع هي العنصر النقدي الأكثر سيطرة على الاقتصاد، جاء القرار كمعالجة قسرية ليست اقتصادية ولا علمية ولا داعي لها أبدا، إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تؤجج المواجهة بينها وبين الجماهير، وتعجل بتلك المواجهة التي أصبحت محتملة الحدوث، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية والعسكرية موضوعة في حالة التأهب القصوى منذ بداية الأسبوع الأكثر صعوبة. في بحر الأسبوع المنصرم أيضا ودون مقدمات ارتفع سعر رغيف الخبز بنسبة 100%، واختفت معه سلعة الطحين من كل الأسواق، وبدأت السلطات في مداهمة المخازن الخاصة المملوكة للأفراد بغرض مصادرة محتوياتها من دقيق وزيوت طعام وحبوب غذائية وبقوليات ومنظفات وغيرها. كل ذلك جاء نتيجة لحمى الشراء التي أصابت الجميع تقريبا، فبعد السقف المالي المحدد في إعلان البنك المركزي انتاب أصحاب الأموال المحفوظة خارج النظام المصرفي حالة من الهلع أو مخاوف من السؤال القادم بلا شك: من أين لك هذا؟ لذا أصبح كل شخص يشتري أي شيء يعتقد أنه سيحفظ له أمواله. البعض اشترى ممتلكات وأمتعة هو ليس في حوجة إليها أصلا وبأسعار باهظة جدا، والبعض الآخر احتكر سلعا بعينها واشترى كل المطروح في السوق. ارتفعت أسعار التبقي والملابس والمصنوعات البلاستيكية والمشغولات الجلدية وأي سلعة يمكن أن تباع لاحقا، وظهرت فئة طفيلية تدعي أنها قادرة على تبرير امتلاكها للملايين من النقفات مقابل نسبة يدفعها الملاك الأصليين حفاظا على أموالهم أو ما يمكن أن يتبقى منها. والبعض الأكثر تعاسة اشترى أشياء تسيطر عليها الحكومة وأصبح تحت مدى قسوتها، إذ لا مجال للحديث عن الرحمة عند ذكر هذا النظام المجرم. فعلى سبيل المثال للحصر، اشترى بعض التجار كل كروت الشحن الخاصة بشركة الاتصالات الإريترية الوحيدة والمعروفة باسم الريتيل، واختفت كروت الشحن المسبق لأجهزة الهواتف الجوالة، وأحدث ذلك فجوة مريعة في خدمة الاتصالات الهاتفية، وتنامت الطوابير أمام مراكز بيع كروت الشحن وفروع الريتيل. هذا هو المنظور. أما الجزء المخفي من المشهد فهو أن إدارة شركة الريتيل قررت إلغاء برمجة الكروت المباعة بالجملة، بحيث لن يستطيع أي مستخدم لها الاستفادة من خدمات الاتصال، أي أن كروت الشحن مدفوعة القيمة سلفا أصبحت خارج الخدمة، ونسأل الله أن يعوض من يشتريها من المستهلكين. هذه أيضا تعد من الجرائم الفادحة والفاضحة للعقلية الإجرامية التي تدير حرب المصالح التي شنتها السلطات الإريترية على شعبها. إذا كان هذا هو حال السوق الإريترية،
فأحوال الأسواق المجاورة ليست بأفضل حال بفعل هذا القرار العجيب. ففي ولاية كسل السودانية انخفض سعر النقفة بمعدل 75، وماتت مبالغ تصل إلى نصف مليار نقفة في أيدي تجار سودانيين أو إريتريين مقيمين في السودان، بعد أن أغلقت الحدود واتبعت إجراءات تفتيش دقيقة لكل قادم من السودان وعدم السماح بدخول النقفة إلى بلدها الأصل. هكذا رد نظام أسمر التحية بأسوأ منها لحلفائه من فئة طفيلي تجار الحدود وشركائه من مجرمي الإتجار بالبشر وأتباعه من أثرياء الصدفة والغفلة. كل هذا تم خلال هذا الأسبوع الأكثر جنونا. مضى الأسبوع بتثاقل، بينما والي ولاية كسل آدم جماع آدم ومدير جهاز الأمن والمخابرات وكبار المسؤولين العسكريين في ولاية كسل يقومون في هذه الأيام بزيارة لإريتريا حملت الكثير من التوسلات والطلبات الخاصة بضرورة معالجة موضوع الأموال المحتجزة في كسل وتسوية أوضاع التجار المتضررين ولو بنصف القيمة الحقيقية للنقفة مقابل الجنيه السوداني. فجاء الرد الإريتري الرسمي بالقول إنهم قرروا أن لا يسمح بدخول أي مبلغ كان في الخارج لحظة صدور القرار. هنالك أيضا جهود خاصة تمثلت في طلب خاص تقدم به الوزير السوداني مبروك مبارك سليم رئيس ما يعرف بتنظيم الأسود الحرة، يطالب فيه الرئيس السياسي باستثناء أبناء الرشايدة من الشروط الواردة في إعلان تغيير العملة. ولم يحصل الوزير السوداني الذي يعتبره الكثير من الإريتريين شريكا في معظم الجرائم الخاصة بتهريب البشر والإتجار بهم وتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، لم يحصل بعد على أي رد على مناشداته التي خص بها الرشايدة دون بقية خلق الله. لكن إن استجاب النظام لهذه المناشدة وتم استثناء الرشايدة من تلك الشروط فسيكون الأمر أكثر وضوحا، وستزال ستارة أخرى من حجب السرية التي تحيط بعلاقة الرشايدة مع الرئيس المخبول. وبالطبع موضوع تغيير العملة يذكر الجميع بالدور الذي لعبه الوزير مبروك مبارك سليم عندما شارك في عمليات نقل الأموال المنتهية الصلاحية من جنوب السودان عبر جسر جوي بين جوبا وساوى، حيث أدخلت تلك الأموال إلى السودان ليعاد تغييرها في شماله، وكانت خصما كبيرا على الاقتصاد السوداني. إنه تحالف إجرامي يمكن أن يجدد في أي لحظة وفق المصالح، إذ لا يستبعد أن يشير الرئيس السياسي للوزير السوداني بجمع الأموال الإريترية الطائلة بربع القيمة أو أقل ويعيدها بعد أن تحسب له العمولة المجزية. عليه فإن هذه الجهود السودانية الرسمية المتأخرة تجد منا كل استهجان، ذلك لأن الطبعة الجديدة من النقفة تم صكها في مطابع شركة مطابع السودان للعملة بالخرطوم جنوب وفق اتفاق أبرم في 8 مايو من العام الماضي 2014 بين الجانب الإريتري الذي قاده رأس النظام شخصيا والجانب السوداني الذي حشد رجالات القطاع المالي، وزير المالية ومحافظ بنك السودان ورئيس مجلس الإدارة ومدير ونائب مدير شركة مطابع العملة السودانية بحضور وزراء آخرين في ذلك الوقت. ثم وصلت الأوراق المالية الجديدة إلى أسمر برا وعبر ولاية كسلة وبتأمين من سلطاتها الأمنية في منتصف سبتمبر الماضي. إذن ما الجديد على الجانب السوداني حتى يأتي والي كسل الآن إلى أسمر ليرفع أكف الضراعة بين يدي الطاقية في لقائه الأخير به؟ ولما لم توضع مصالح التجار السودانيين ضمن شروط إتمام الصفقة؟ أم أنها عملية مدبرة ومركبة ومتداخلة المنافع تتيح للأطراف الحاكمة في إريتريا والسودان بتحكيم قبضتها على حركة المال لأسباب ليست على صلة بالشأن الاقتصادي؟ وهذا ما يؤكده نوع الوفد القادم من ولاية كسلة. إذن الأمر لا يعدو كونه لعبة أمنية متفق عليها. عموما كل ما تم يقود إلى سؤال أكثر أهمية، وهو إن كان إعلان تغيير العملة قد حدد أن كل نقفة جديدة تساوي نقفة قديمة، عليه أين ستذهب هذه الأموال التي أصبحت خارج دائرة الصرف؟ أين القيمة غير المدفوعة ولمصلحة من ستعود؟ مع التذكير بأنه لو كان حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، عليه تصبح عصبة الهجدف قد أسقطت هذا الحق عن مواطنيها عمدا، ليضاف ذلك إلى سلسلة انتهاكاتها للحقوق.
وللرد على بعض الأصوات التي حاولت التبرير والترويج لهذا القرار المجحف وتوصيفه بأنه مخرج من الأزمة الاقتصادية الناشئة كنتيجة لحالة اللا حرب واللا سلم، نقول: إذا كان على السلطات الهدف الغاشمة أن تسعى للإصلاح الاقتصادي، هذا إن تركنا الإصلاح السياسي المباشر واللازم، فالأمر كان يقتضي التصدي القائم على تمكين الحقوق وإيجاد منتهى للأزمة الاقتصادية عبر جملة أمور من بينها الإصلاح التنظيمي وتحسين سياسات التدريب على الوظائف وإنشاء الوظائف والضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير الصحة للجميع. وهذا النهج المشتق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص غير القابلة للتصرف موجه قانونيا وسليم اقتصاديا ومدعم على نطاق واسع، ولكن وكما جرت العادة اختارت تلك الطغمة الطريق المعاكس. أخيرا وليس آخرا، وحتى العودة لمتابعة التداعيات، نود الإشارة إلى أن مجالس أسمرة تتندر بما قاله مدير البنك المركزي كبرآب والدماريام، حيث ذكر في سياق تبريره لهذا القرار الجنوني على فضائية النظام أن الهدف منه التهيئة لخدمات مصرفية متطورة وإدخال المظاهر الحضرية في الأداء المصرفي. لكن بدلا عن ذلك أسهم القرار في أن تمتد طوابير انتظار الحصول على المواد الاستهلاكية والضرورات اليومية، ويبدو أن ظاهرة الطوابير تحسب أيضا من المظاهر الحضرية عند كبرآب وعصبة الهجدف، لذا عليهم بإدخالها في سوق الخدمات حتى ولو بفرض الندرة والفقر. ونواصل. مرحبا دمت غهابا دلي فتحي مرحبا دمت غهابا وانا حرنيت ذنبي نبر النيت ذنبي وانا حرنيت ذنبي نبر النيت ذنبي وانا حرنيت ذنبي نبر النيت ذنبي فيما يلي مستمعي الأكارم نقدم لكم التوضيح الذي وردنا من منتدى الحوار الوطني الإريتري، وهو خاص بالأوضاع الداخلية في إريتريا والمحددات والمتغيرات الإقليمية المؤثرة، بهدف التعرف على حقائق المشهد السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني والاقتصادي الذي يمر به وطننا إريتريا، ونستهل ذلك بتورط رأس النظام في الأزمة اليمنية.
الرئيس إسياس أفورقي قرر بمفرده إرسال وحدات عسكرية إريترية إلى اليمن. تشهد جمهورية اليمن الشقيق حرب داخلية شرسة تشابكت فيها عناصر داخلية وخارجية، واصطفت فيها محاور وتحالفات. هنا وضمن هذا الوضع الشائك كأن الرئيس أفورقي وجد ضالته، فطار بمفرده على عجل ليدخل في تفاهمات استراتيجية وسياسات محاور عمادها الارتزاق بغض النظر عن الأهداف، واضعا بذلك الدبلوماسية الإريترية في مستنقع الحرب في اليمن في خطوة لا تضع أي اعتبار لمصالح الشعب الإريتري. وتماديا في سياساته المحتكرة للقرار الوطني، أرسل 900 عنصر من الوحدات المقاتلة لقوات الدفاع الإريترية إلى اليمن، حيث علمت مصادرنا العسكرية أن 900 فرد من وزارة الدفاع الإريترية أوكلت إليهم مهمة حراسة مقر الرئيس عبد رب منصور هادي. وتعتبر الأوساط الدبلوماسية المتابعة لتطورات المنطقة أن الرئيس إسياس أفورقي سمسر بالدماء والأراضي والأجواء السيادية لإريتريا بطريقة مبتذلة ومفضوحة للانفكاك من أزمات وضعه الداخلي المأزوم شعبيا، ولترميم اقتصاده المنهار بسياساته التي غدت كوابحا لكل مجالات التنمية، كذلك لإرخاء قبضة العزلة الدبلوماسية الإقليمية والدولية المستحكمة التي تمسك بتلابيبه، ولتسويق نظامه المطارد بقرارات دولية جراء انتهاكه بصورة ممنهجة حقوق الإنسان وارتباطه بالحركات المسلحة التي تعكر السلم والأمن في القرن الأفريقي، ومجمل ذلك بهدف إطالة أمد نظام حكمه. وأضافت المصادر الدبلوماسية أن نظام الحكم في إريتريا ذات طبيعة نظام حكم الفرد المطلق تؤهل إسياس لاتخاذ قرار منفرد بأي ثمن، على النقيض مما حصل في باكستان التي اعترض برلمانها مشاركة باكستان في الحرب. لهذا نجده في لقاءات منفردة مع دولة الإمارات عرض دماء الشعب الإريتري ومياهه الإقليمية وأراضيه السيادية لتصبح قواعد للقوات الإماراتية التي تنفذ عمليات حربية ضمن التحالف العربي الذي يخوض حربا في اليمن. علاوة على ذلك توفير مخازن للعتاد العسكري واللوجستي وتحويل مطار عصب إلى قاعدة للطيران الحربي لدول التحالف، وفتح معسكرات غرب مدينة عصب لتجهيز القوات الإريترية لتشارك في العمليات العسكرية في اليمن، ولتدريب الوحدات المقاتلة التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي أعلن تأييده لعملية عاصفة الحزم. بالإضافة إلى العروض السابقة، تشارك وحدتان من القوات الخاصة التابعة للقوات البحرية الإريترية ضمن القطعة البحرية لدول التحالف العربي للقيام بدوريات حول جزر حنيش بغية تجفيف صور الدعم العسكري واللوجستي عن القوى التي تعادي التحالف في اليمن. كما يسمح العرض للسفن الحربية لدول التحالف باستخدام الجزر والمياه الإقليمية الإريترية والرسوع على جزيرة حليب. مقابل ذلك يتلقى الرئيس إسياس أفورقي ملايين الدولارات تسلم مباشرة إلى مكتبه، ودفعات من شحنات البترول لتصل على عجل وبانتظام. هذه التفاهمات ليس الشعب الإريتري وحده من لا يعلم بها، بل لا يعلمها أحد حتى من البطانة المحيطة بالرئيس. عقدها بمفرده على حساب المصالح الإريترية. هي اتفاقيات سرية بين الرئيس إسياس ودولة الإمارات العربية المتحدة، فحتى سفارة دولة إريتريا بالإمارات العربية المتحدة وكذلك وزارة المالية في دولة إريتريا أمرتا رسميا من قبل مكتب الرئيس للابتعاد بشكل كلي عن هذا المسار، على أن ترسل الأموال إلى رقم حسابات خاصة يتم متابعتها من قبل مكتب الرئيس. البرود والفتور يخيم على علاقة السعودية بالطاغية إسياس أفورقي بعد الانطلاقة المفاجئة والمتفائلة في علاقة البلدين. يذكر أن الرئيس إسياس أفورقي كان قد سجل في 30 من أبريل الماضي زيارة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع.
لكن هذه العلاقات التي جاءت عقب فتور دام لعقود من الزمن مطلعها بدا متفائلا في عقلية السياس، ولكن لم تصر كما توقعها، ومرد ذلك لجملة من العوامل، ومن أهمها الزيارات المتتالية لرؤساء جيبوتي وإثيوبيا والصومال في 20 و22 و26 من أكتوبر الماضي، حيث استقبلت الرياض الرئيس الجيبوتي عمر جيلي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس وزراء إثيوبيا هيلة مريم دسالين. ولكون المنطقة ذات الموقع الجيوسياسي تشهد حربا ومتغيرات جسيمة ومتداخلة ومتسارعة، اكتست هذه الزيارات أهميتها، خاصة وأن هذه الدول تتمتع بعلاقات تاريخية وطيدة بالمملكة العربية السعودية. فقد أوضحت مصادرنا الدبلوماسية بأن القادة الثلاثة للقرن الأفريقي أعربوا في لقاءاتهم مع الملك سلمان بن عبد العزيز رفضهم المشاركة في أي شيء تشارك فيه حكومة إريتريا، وبهذا تركوا الخيار مفتوحا أمام حكومة المملكة لتختار ما بين حكومات القرن الأفريقي أو حكومة إسياس أفورقي. كذلك كان موقف الرئيس السوداني عمر حسن البشير مطابقا مع قادة القرن الأفريقي في رفضه للاشتراك مع إسياس في عمل مشترك. ففي اللقاء الثنائي على انفراد الذي عقده الرئيس البشير مع الملك سلمان، شدد على فكرة أنه غير مستعد للدخول في أي مداولات أو تنفيذ برامج عمل مشتركة مع الرئيس إسياس، وأضاف كذلك أن علاقته معه لا تتجاوز تبادل التحايا والمجاملات الدبلوماسية، أما الانخراط ضمن مهام واحدة مسألة لا تحتمل. وبما أنه ليس من المناسب طرح هكذا الرأي بشكل واضح وفي حضور إسياس، لهذا من الضرورة بمكان أن تراعي السعودية عدم تكليفنا بمهام مشتركة، وتعمل على فصل تام في المهام المكلف بها كل بلد. هذا ووفقا لما أشارت إليه أوساط دبلوماسية مطلعة أن الرئيس عمر البشير في معرض تفسيره للملك سلمان عن أسباب اعتراضه للدخول في عمل مشترك مع الرئيس إسياس، ذكر أن إسياس لا يتعامل مع العالم باللغة القانونية والدبلوماسية التي أصبحت أعراف وتقاليد. ليس هذا وحسب، بل حتى لا يؤمن بها، فهو يؤمن بشكل راسخ بمفهوم القوة والتحرش وتغيير الواقع باستخدام القوة. وقد اختتم الرئيس السوداني حديثه الذي كان على انفراد والملك السعودي بقوله أنه لا يستطيع تحمل تصرفات إسياس وتقلباته ومكائده، لهذا يفضل أن يكون بعيدا عنه في الجوانب العملية، وإن كان لابد من اللقاء يفضل أن يكتفي بالعناق الحار وليس أكثر من ذلك. أما الوفد الإثيوبي الذي وصل إلى السعودية في 22 من أكتوبر الماضي، والذي ضم أكثر من 20 مسؤولا رفيع المستوى، أشار إلى ذات الرؤية حيال الحكومة الإريترية في لقائه مع وزير الدفاع السعودي، رغم أن التقارير أشارت بأن جل اهتماماته كانت منصبة في الاستثمار السعودي الذي يقدر بأكثر من 36 مليون دولار في مجالات الزراعة. علاوة على العوامل المذكورة علاه، نجد ثمة أسباب أخرى تفاعلت مع بعضها لتوجد حالة البرود والفتور التي تعتري علاقة السعودية بالطاغية إسياس أفورقي. من ضمن هذه العوامل أن المملكة العربية السعودية استمعت من إسياس تعهدات كثيرة في مجالات الاستثمار والتجارة، لكن على أرض الواقع كانت مجرد وعود زائفة وسراب، فحكومة إسياس غير قادرة على تنفيذ تعهداتها في هكذا مسائل. ويذكر أن الرئيس إسياس كان قد طلب مساعدات مالية عاجلة لحكومته وتعهد للعمل على تغطيتها في شكل صادرات واستثمارات، وأنه سيتابع بنفسه تفاصيل المسائل التجارية والاستثمارية بين البلدين. هذا وقد ذكر سفير المملكة العربية السعودية بأسمرة في تقريره لحكومة بلاده أن الرئيس إسياس لا يمتلك قدرات اقتصادية ولا مؤسسات تنفذ تعهداته. وقد ذكر مسؤول سعودي رفيع المستوى لمنتدى الحوار الوطني أن الملك سلمان بن عبد العزيز وكذا السعودية لهما ارتباط ثقافي وتاريخي مع إريتريا أكثر مما هو موجود مع إثيوبيا، لكننا، والحديث للمسؤول السعودي، لا يمكننا أن نعمل في القرن الإفريقي دون التعاون الوطيد مع إثيوبيا، فهي تمثل ثقل سياسي ودبلوماسي حقيقي وتعاون استثماري وتجاري كبيرين. فالسعودية لها 69 شركة ومؤسسة تستثمر أكثر من 360 مليون دولار في إثيوبيا،
لا يمكننا تجاوز كل تلك المصالح. ثم أضاف قائلا أنه شخصيا ذهل كثيرا عندما شاهد الوفد الإريتري أثناء زيارته للسعودية يتكون من مسؤول واحد فقط، فهذه حالة نادرة لم أشاهد مثلها، لكنها أعطتني قراءة واضحة لطبيعة نظام الحكم في إريتريا. والجدير بالذكر أن مكتب الرئيس إسياس أفورقي قد أبلغ بتعليمات صارمة سفير إريتريا بالسعودية عدم الحضور إلى المطار لاستقبال الرئيس، ومهما طلبت المراسم ذلك عليه ألا يضيف نفسه إلى قائمة الوفد الزائر بأي صورة كانت. وفي هذا الصدد تؤكد مصادرنا أن وزارة الشؤون الخارجية الإريترية لا علم لها بترتيبات زيارة الرئيس لدول الخليج العربي ولا بنتائجها. اختراق أجهزة الجبهة والحكومة الإريترية من جهات خارجية. كل الأجهزة الحكومية غير الشرعية وأقسام ما يسمى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أضحت مخترقة من قوى خارجية. هذا الواقع دفع الحكومة للتقوقع في دوائر ضيقة، فارتباط العديد من قيادي الحكومة والجبهة بجهات خارجية أصبح أمرا شائعا. ليس هذا فحسب، بل حتى ما يسمى الأمن الوطني طالهم هذا الاختراق. فهذه المسألة لم تعد خافية عن الرئيس، لكنه غير قادر للإمساك بالدليل المادي، أو لم يعد قادرا لاتخاذ قراراته التعسفية والهوجاء لضعف أوضاعه العامة وتهلهل قبضته. وفي سياق تدهور الأداء العام أمست في الآونة الأخيرة تعليمات وأوامر جهاز ما يسمى بالأمن الوطني تصدر من العميد سامون غبردنجل، بما فيها كل أوامر الاعتقالات التعسفية، وتنفذها عناصر يقوم هو بتكليفها مباشرة، وأن تدابير سامون فاحت منها العنصرية والجهوية بشكل سافر، فأثارت غضب العديد من الكوادر وامتلأت قلوبهم كرها من مسلكياته. على خلفية ذلك انتابته مخاوف متزايدة جعلته يحيط تحركاته وسكناته بالسرية الشديدة. وعلى صعيد ذات صلة بهذا الجهاز القمعي، علمت مصادرنا أن العميد أبراها كاسا مسؤول ما يسمى بوكالة الأمن الوطني يعاني من أمراض مزمنة، ولأسباب عديدة تجده دائم التنقل من موقع إلى آخر، من بينها منزل قريبته المبعدة من السعودية بضواحي سنبل. كذلك مسؤول الأمن الداخلي العقيد والدزقي أرسل إلى إيطاليا التي مكث بها لمدة 2 شهر لكي يتلقى علاج من مرض القلب الذي يعاني منه. الكنيسة الأرثوذكسية تتحدى الحكومة. أشارت المعلومات بأن الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية أضحت تقاوم مظالم الحكومة الإريترية بوضوح وشجاعة. ففي المرحلة الماضية اتسم واقع الكنيسة بالانقسام الداخلي بين من ينادون بضرورة أن تصبح الكنيسة صوتا للشعب وبين إدارة يفتها ديمتروس الموالية للسلطة. أما المرحلة الحالية تشهد موقفا حازما ومتصاعدا ضد التعسف الحكومي في موقف مناصر لرفع المعاناة عن الشعب. فقد أكدت مصادرنا أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت قد بعثت برسالة تتكون من 24 صفحة إلى مكتب الرئيس إسياس أفورقي مباشرة، يطالبون فيها إيقاف الاعتقالات ومظاهر الإكراه والقهر التي طالت قطاعات واسعة من الشعب. هذا ويذكر أن الكنيسة الكاثوليكية الإريترية كانت قد أصدرت في عام 2014 رسالة عميقة المضمون تستهجن فيها أشكال القمع التي يعاني منها الشعب الإريتري، والتي بسببها تمزقت الأسرة والنسيج الاجتماعي. القلق ينتاب من يحكمون البلاد. بدأت تظهر على الرئيس إسياس أفورقي مظاهر الضيق وتلاشي الآمال، حيث قلص من تواجده على مكتبه بصورة لافتة، وضيق من قائمة الأفراد الذين يلتقيهم إلى أقصى حد، وبدأ ملحوظا أن أكثر الأفراد الموثوق بهم في مكتبه هو العقيد أمانوئيل زرأماريام. وعلى ذات السياق تتنامى مؤشرات اليأس على مستشار الرئيس يماني غبرآب، ففي جولاته المكوكية الأخيرة في أوروبا تحدث في اجتماع شعبي مسقر
عن مخاوفه من مآلات الوضع في إريتريا، موضحا أن التحدي كبير وعلينا أن نتمكن من إيجاد دعم كل الأطراف التي ساندتنا من قبل إبان الثورة. هذا وتشير أطراف أخرى أن الخطة البديلة ليماني غدت جاهزة عبر قنوات اتصاله مع جهات أجنبية، وهذا يتناقم مع اتهامات كان يرددها اللواء ويتشو قبل مماته. وفي مسائل ذات صلة نجد أن العديد من الأفراد بمن فيهم أعضاء من الحكومة يتناولون في أحاديثهم المقلقة ضمن حلقات مسقرة احتمالات المخاطر المحتملة لينخرطوا منها مباشرة إلى بحث طرق السلامة الفردية، وفي خضم هكذا محاولة يصل بهم الأمر للتواصل مع جهات إريترية بالخارج على الجانب الإثيوبي علهم يجدون مخرجا للأفق المسدود الذي تواجهه البلاد. تهريب أموال الشعب الإريتري إلى الخارج. بدأت مجموعة من كبار الضباط وقادة من الجبهة الشعبية خلال 10 أشهر الماضية بتهريب الأموال في حسابات بنكية خارج البلاد، وهي الأموال التي جمعوها من دواليب الفساد السياسي المستحكم في البلاد. وعلى صعيد أعقد من ذلك، أصبح واضحا وعلى نطاق واسع بأن الثروة الوطنية الإريترية تدار من خلال شبكة محدودة الأفراد يديرها الرئيس. فمنذ بدء تعدين الذهب واستخراجه عبر الشركة الكندية لا يعرف الشعب الإريتري شيئا عن عائدات ثروته الوطنية، ولم تنعكس في واقع معيشته، فحياة المواطن الإريتري ليست بخافية على أحد. وقيادات ما يسمى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وضعوا حسابات خاصة لا يعلمها الشعب ولا تعلمها وزارة المالية الإريترية، ووضعوا فيها 700 مليون دولار. انكشفت هذه الفضيحة المدوية من خلال الوثائق المسربة عن البنك السويسري في مطلع هذا العام 2015. ومن نافلة القول الإشارة بأن مسؤول الاقتصاد بالحزب حاجوس جبرهيوت متهم من بعض الإريتريين في شمال أمريكا في استثماره للأموال العامة بأسماء أفراد، وهي ذات الاتهامات التي وردت في تسريبات ويكيليكس. فضلا عن ذلك، أبانت الوثائق المسربة من البنك السويسري أن إريتريا تحتل المرتبة 53 من مجموعة 200 دولة لها أموال بأسماء أفراد تعمل على حفظها بصورة سرية. صمت البراكين قبل انفجار الحمم. هدوء ولكنه عاصفة، هدوء وفي صمته الكاظم من غيظه
قنبلة ناسفة، هدوء يهندس في السر ذرات وثبته ومجرات ثورته واكتساح جحافله الجارفة، هدوء يدمدم غضبته ويكور قبضته ويدوزن أوتار حناجره الهاتفة، هدوء يسطر أشعار مسيرته العارفة ويرتب للنصر عبر صفوف كتائبه الزاحفة، هدوء يكدس الرعد والبرق ضمادة فوق شرايينه النازفة، هدوء ليملأ عينيه من خناجر جلاده الراعفة، هدوء يحفز خيل الوثوب بمهماز هبته الهادفة، هدوء صموت ليكبت ثرثرة المرجفين ويفضح عري المرائين على وهج نيرانها الكاشفة، هدوء يخاتل عذر التأني وغدر جلاوذة الأمن إفك الدجاجلة الملتحين ذوي السحنة الزائفة، هدوء وتحسبه هدأة الموت لكنها الآزفة ستتبعها الرادفة، فلا هجعت تلكم الأنفس الخائرات، ولا وهنت جذوة الرفض فينا، ولا نامت الأعين الخائفة. يا سهد الدفاتر في ليلة الصمت والشعراء الخليون ناموا، يا صراخ القوافي الحبيسة ما بين أقلامهم واصطخاب محابرهم حيث قاموا، يرتعش التمرد في الدم يغلي فلا يستقر إلى أن يقر السلام، إلى أن يقام القصاص على ساحة العدل بالقسط، لا يتفلت جان ولا يعتري المنصفين انهزام، هدوء يبدد وحشته ويحدد وجهته ويزلزل عرش البغاة، يدك صياصيهم حيث حلوا وحيث أقاموا، هدوء تبركن يغلي يؤكد أن الطواغيت وهم وأن دم الأبرياء حرام. صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: قوى التغيير بالداخل تطالب المعارضة والجماهير في الخارج بعدم ربط نضالها برحيل إسياس أو وجوده. تضاعف أسعار السلع الأساسية في الأسواق الإريترية خلال الأسبوع المنصرم، ونصف مليار نقفة بولاية كسلا خارج عن نطاق التبديل. تفاصيل الأخبار. طالب ناشطو المنتدى ومراسلو الإذاعة في داخل الوطن الجماهير الإريترية بصفة عامة وقوى التغيير الديمقراطي على وجه الخصوص
بتكثيف نضالاتها من أجل إسقاط النظام الاستبدادي والقضاء على مؤسساته القمعية بصرف النظر عن رحيل رئيس العصبة إسياس أفورقي أو بقائه. وأكدوا أن التغيير الحقيقي الذي ينتظره الشعب الإريتري ليس تغييرا في الأفراد فحسب، وإنما تغييرا يقضي على مؤسسات السلطة الاستبدادية والمجموعة الانتهازية التي أذاقت شعبنا الأمرين، مشيرين إلى أن العصبة تستخدم حيلا وألاعيب رخيصة تستهدف إلهاء قوى التغيير الديمقراطي بمسائل انصرافية بغية القضاء على الحراك الديمقراطي الذي بدأ يأتي أكله في داخل الوطن. وما تسريب معلومات مغلوطة وكاذبة حول موت إسياس أو مرضه أو رحيله إلا محاولة لدر الرماد على العيون، الهدف منها تحييدنا عن القضية المركزية المتمثلة في القضاء على نظام القهر والظلم وإرساء دعائم متينة لدولة مدنية ديمقراطية قوامها العدل والمساواة وتحقيق الرفاهية لشعبنا الأبي. هذا وإمعانا في نهجها التضليلي الذي ظلت تتبعه طوال العقدين الماضيين، تقوم العصابة الحاكمة في هذه الآونة بنشر بعض الأخبار الكاذبة التي توحي وكأن المسؤول السياسي للهجدف ومعه قائد هيئة الأركان العامة وقيادات أمنية بعينها تمسك بزمام الأمور، وتشيع بأن الإعلان عن رحيل إسياس أصبح وشيكا، وأن هذه الخطوة هي في مصلحة الوطن وشعبه لأنها ستتيح المجال للتغيير الإيجابي الذي ينتظره الجميع. وتسوير الأمر وكأن هذه الزمرة التي التفت حول إسياس لسنوات وسخرت كل مقدرات البلاد لنزواتها المشينة تعمل في هذه المرحلة لإنقاذ الوطن والشعب المغلوب على أمره، وتلعب دورا إيجابيا في إحداث التغيير الإيجابي. والهدف من هذه الدعاية المكشوفة هو الخروج من النفق المظلم الذي وضعت فيه هذه العصبة نفسها بانتهاجها وتبنيها لسياسات استبدادية أضرت بالوطن وسيادته، مما يتطلب من الشعب الإريتري وقوى التغيير الديمقراطي الحذر من مثل هكذا أخبار وعدم تداولها في وسائط الاتصال، بل عليهم استهجانها وتبخيس محتوياتها برفع الوعي وحشد كل الإمكانيات بغرض القضاء على هذه العصبة وإقامة الدولة الديمقراطية المنشودة. وأوضح ناشطو المنتدى أنه ونتيجة للمد الشعبي والحراك الديمقراطي اللذان يزعجان العصبة ويقلقان مضاجعها، فقد بدأت تفكر بشكل جدي في عواقب أفعالها التي تنتظرها عقب انتصار إرادة الشعب الإريتري واسترداد حريته والانعتاق من استبدادها، فأصبح همها الأول وشغلها الشاغل القضاء على هذا المد والحراك الشعبيين، وذلك عبر نفث سمومها والترويج لمثل هذه الأراجيف الرخيصة. وناشد الناشطون من الداخل الشعب الإريتري وقواه الديمقراطية بالتركيز على القضايا الوطنية ومناقشة سبل توسيع فرص الحوار والنقاش حول المسائل والقضايا الهامة التي تصب في مصلحة الوطن، دون الالتفات إلى مسائل انصرافية من قبيل موت هذا أو غياب ذاك، لأن العصبة حسب قولهم حكمت على نفسها بالموت عندما تنكرت لوصايا شهدائنا الأبرار وتوشحت بكراهية عامة الشعب وفقدت مصداقيتها عند العالم. أفادت الأنباء الواردة إلينا من الداخل بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية لعصابة أفورقي وضعت في حالة التأهب القصوى منذ إعلان قرار تبديل عملة النقفة بطبعة جديدة، وذلك تحسبا لأي عصيان مدني أو انفجار للغضب الشعبي الذي بدا واضحا نتيجة القرار الفاجئ الذي أعلن عنه يوم الأربعاء الماضي. كما تضاعفت أسعار الخبز والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية اليومية، واختفت معظمها من الأسواق بسبب إحجام التجار عن البيع تجنبا للحصول على مزيد من عملة النقفة المزمع تغييرها بشروط مجحفة وغير منطقية. هذا وقد انخفض سعر النقفة المتداول في ولاية كسل السودانية بمعدل 75% من سعرها قبل أسبوع، مما سيؤدي ذلك إلى انتهاء صلاحية أكثر من نصف مليار نقفة نتيجة إغلاق الحدود ومنع دخول أي مبالغ نقدية بالنقفة إلى إريتريا بعد تأريخ الإعلان عن تبديلها في الأسبوع الماضي. إلى ذلك لم تجد توسلات والي ولاية كسل آدم جماع آدم الذي يزور البلاد على رأس وفد ولائي كبير أي استجابة من رأس النظام لضرورة معالجة موضوع الأموال المحتجزة في كسل وتسوية أوضاع التجار المتضررين ولو بنصف القيمة الحقيقية للنقفة مقابل الجنيه السوداني. انتهت النشرة. صوت المنتدى.
بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.